السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل صنف جديد واساسي من حلويات رمضان، وهو القطايف من اول حاجة لاخر حاجة، من اول العجينة لحد الحشوة لحد التسوية. كل حاجة هنعملها النهاردة مع بعض. اول حاجة معايا كوبايتين من الدقيق، كوبايتين مليانين من الدقيق. ومعايا كل كوباية دقيق بتاخد معلقة نشا، وكل كوباية دقيق هنحط عليها معلقة من دقيق السميد. يعني معانا كوبايتين دقيق، معلقتين دقيق سميد، معلقتين نشا، معلقة كبيرة من الخميرة، رشة ملح عشان تظبط معانا الطعم، وكمان معلقة سكر كبيرة. دي كل المقادير بتاعتنا. وطبعا باكت من الفانيليا، بس انا كنت نسيت ان انا احطه في الاول، وبعد كده رجعت حطيته. السوائل بقى اللي معانا، اللي بنحط كوبايتين الدقيق عليهم كوبايتين ونص من الميه. انا حاطه كوبايه كده جنبي، حطيت كوبايتين الميه وبدات ان انا اقلب واشوف بقى لو انا محتاجه ميه هزود. فاول حاجه بقى عملناها ان احنا حطينا كوبايتين الميه على المقادير الجافه، قلبنا المقادير كلها كويس قوي، ورجعت حطيت بقى كوبايتين الميه وهقلب كده واشوف بقى هي محتاجه تاني سوائل ولا لا. اهو طبعا قلبي كويس قوي بالمعلقه. الدقيق اللي بيبقى في البوله كده بيبقى راكز تحت وفي الجنب يعني وكده، فقلبيه كويس قوي. شايفين القوام ما شاء الله، ولا فيه حبيبات ولا مكتل ولا اي حاجه. اهو رجعت حطيت نص الكوبايه ميه، يعني حطيت على كوبايتين الدقيق كوبايتين ونص من الميه. مقدار مظبوط جدا جدا، وعايزه اقول لكم المقدار ده عمل لي كميه حلوه، طبق كده كبير محترم من القطايف. اه قلبت كويس قوي بقى العجينه بتاعتي. طبعا انت لو انت في المرحله دي لقيتي العجينه بتاعتك فيها اي تكتلات او محببه، تقدري تعديها على مصفى. انما انا بصراحه عشان ايدي بقلب بسرعه بسرعه بسرعه، فالحمد لله ما كتلتش معايا ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين القوام يعني انسيابي جدا، ومفيش فيه اي تكتلات ولا حاجه. هنا كنت زي ما قلت لكم نسيت باكت الفانيليا. بعد ما عدى عليها 10 دقايق بالظبط تخمير، بدأت بقى ان انا احط باكت الفانيليا واقلبها تقليبه كده، علشان برضو اهبط الخمر بتاعها، علشان ما تعملش معايا فقاعات كبيره ويبقى شكلها مش مظبوط. الكوبايه دي بقى او البتاع اللي هي بتاعت الطقم بتاع السيراميك، الطقم بتاع الصيني يعني، استعملتها مكان الاداه اللي بيعملوا بها القطايف. بصراحه ادتني الشكل هو بالظبط. حط بقى طاسه على النار، وحطيها على نار تكون زي ما انتي بتكوني بتهدي النار على الرز كده. شفت لما تيجي تهدي النار على الرز وتبقى النار هاديه كده، هتعمليها كده بنفس الشكل. وهتحطي اول واحده، طبعا ممكن ما تبقاش مظبوطه معاكي شويه لان الطاسه بتكون لسه ما وصلتش لدرجه الحراره المناسبه. بعد كده هتظبط معاكي جدا جدا. ولازم يا جماعه تكون الطاسه تيفال، تكون ما بتلزقش. بصراحه جربت قبل كده ان انا اعمل في طاسه، او زي ما قلت لكم اول واحده ممكن تبقى الشكل مش مظبوط شويه، بعد كده بتظبط جامد. جربت قبل كده ان انا اعمل في القطايف في ألمونيوم. بصراحة هي كانت بتعملها لي كل حاجة، بس كنت لازم ادهن زيت، والزيت كان بيضايقني لما باجي اقفل القطايف كانت بتتفتح. انما التيفال بصراحة بيديكي نفس النتيجة بتاعت الجاهزة بالظبط. شايفين ما شاء الله العجينة مظبوطة ازاي؟ امشي بالمقادير دي وما تدوريش ورا بنت بتاع القطايف. انا عايزة اقول لكم ان ابويا ربنا يديله الصحة هو بيعمل القطايف من سنين السنين، ومعروف عندنا ان هو عم عبده بتاع القطايف. فما تدوريش ورا بنت بتاع القطايف. عايزه اقول لكم ان القطايف ناجحه 100% باذن الله. طبعا معايا هنا قماشه حطها على جنب كده، بحط عليها القطايف اول ما بطلعها من المقلايه، بحطها على طول وبغطيها علشان تفضل طريه معانا. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الجمال زي بتاع المحلات بالظبط، واحلى كمان، وبمكونات سهله وبسيطه. وهتديكي كميه كبيره. كوبايتين الدقيق ادوني كميه، يعني ادوني في مقام كيلو قطايف من كوبايتين دقيق بس. شوفي كيلو القطايف في العجينه بتجيبيه من بره
ساعة لما باجي اسجل الفيديو التليفونات وولادي وكل حاجة بتحلى بصراحة. يلا نكمل الفيديو مع بعض زي ما احنا كنا ماشيين. شايفين بكل سهولة وبساطة. وعايزة اقول لكم كمان ان بتوع الخضار وكل الناس بتعدي اللي بتبيع حاجات بتعدي في نفس التوقيت برضو. مش عارفة انا اللي ظابطة معادي عليهم ولا هم اللي ظابطين ميعادهم عليا. زي ما انتوا شايفين كده قعدت بقى اعمل الكمية بتاعتي كلها. عملت الكمية دي معاكم وهكمل بقى انا مع نفسي الكمية التانية عشان ما اطولش الفيديو عليكم. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده دي كانت الكمية كلها. عايزة اقول لكم ان القطفاية كبيرة، انا عاملاها كبيرة بصراحة مش صغيرة. يعني انا لو عملت الحجم اصغر من كده هيديني كمية اكبر من كده. بس انا بحب القطفية تكون يعني ايه وسط كده. بس انا المرة دي كبرتها شوية. بس عايزه اقول لكم ان ما شاء الله ما شاء الله. انت هتقولوا لي مثلا يا امل طب انت عاملاها فاتحه ليه قوي كده؟ اقول لكم علشان انا عايزاها تكون فاتحه كده عشان تاخد التحمير. ما تتحمرش بسرعه، ما تاخدش اللون بسرعه وتكون لسه ما نشفتش وما قرمشتش. لما بتبقى بيضه كده بتاخد وقتها في التحمير كويس قوي وبتطلع معاكي مقرمشه وجميله جدا. فلما تطلعيها طلعيها بيضه شويه كده علشان تتحمر حلو قوي وتاخد اللون الذهبي الحلو وتكون مقرمشه. معايا بقى هنا الحشوه بتاعتي مكسرات زي ما انتم شايفين. جوز هند وزبيب وفول سوداني. طبعا الحشوه ترجع لك، ممكن تحشي مهلبيه او زي ما انا عملتها النهارده كده. واللهم صل على النبي. وبتطلع معاكي جميله جدا من حاجات سهله وبسيطه جدا عملناها في البيت. ما كلفتناش اي حاجه. لو جبت الكميه دي جاهزه من بره هتبقى غاليه جدا. وفي الاخر احنا شاطرين كلنا وبنعمل كل حاجه. عايزه اقول لكم ان الطبق ده كبير بس هو مش باين في التصوير. الطبق ده كبير وما شاء الله كان مليان يعني قوي. هحط بقى كميه حلوه كده من الزيت وهبتدي ان انا احمر القطايف بتاعتي. انزلي بالقطايف في الزيت وهي يعني الزيت ما يكونش بيغلي، يكون سخن زي ما انتوا شايفين كده بس ما يكونش بيغلي عشان ما تاخدش لون بسرعه معاكي. وطول ما انت حاطه القطايف قلبي، اديها تقليب على طول على طول على الوش ده شويه وعلى الوش ده شويه. ما تستنيش لما تتحمر من جنب وبعد كده تقلبيها، لا. اه قلبي على طول فيها علشان تاخد اللون متساوي ويكون اللون موحد. كل ما تبتدي تلون اقلبيها على الناحيه التانية، تبتدي تلون معاكي اقلبيها على الناحيه التانية وهكذا لحد ما تخلص معاكي وتديكي اللون الحلو. وعايزه اقول لكم كمان ما تطلعيش القطايف على مناديل، ما تطلعيش اي حاجه بتحمريها على مناديل. خلي جنبك مصفى ألمونيوم وطلعي عليها على طول اي حاجه بتحمريها، سواء بقى فراخ سواء بطاطس سواء قطايف. اي حاجه انت بتحمريها طلعيها على مصفى. اولا المصفى بتساعد جدا على ان الزيت الزياده ينزل من الحاجه. وكمان بتبقى فيه تهويه كده وبتخلي الحاجه تبقى مقرمشه ما تطراش. المناديل بتطر الحاجه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله القطايف بدات تاخد اللون الذهبي الحلو. بس طبعا يعني غمقي شويه عن كده علشان زي ما قلت لكم تقرمش. عايزه اقول لكم القطايف كانت تحفه جدا وكانت مقرمشه. انت وذوقك بقى. في ناس بتحب القطايف تكون طريه. انا اعرف ناس والله يا جماعه بيحبوا القطايف طريه. عايزه القطايف بتاعتك تطلع طريه معاكي هقولك ازاي. طلعي القطايف سخنه من الزيت ويكون الشربات جنبك دافي او سخن. طلعي القطايف سخنه والشربات يكون دافي او سخن هتطلع طريه معاكي. عايزاها مقرمشه زينا كده بنحبها مقرمشه، يبقى الشربات بارد طالع كده من التلاجة كده واخد حرارة الغرفة. والقطايف بتاعتك سيبيها تتهوى كده شوية وبعد كده حطها في الشربات. بس انا بصراحة ما بنحبش القطايف تكون شاربة شربات كتير، او احنا اساسا ما بنحبش الحاجة يكون شرباتها زايد او السكر بتاعها زايد. فبحط كده رشة كده بالمعلقة على الحاجة. طبعا انت تقدري تطلعي القطايف تحطها على طول في الشربات. زي ما انتم شايفين كده. هو العيب الوحيد اللي في القطايف ان هي بتشرب زيت كتير جدا بصراحه. ما اكذبش عليكم يعني عشان نبقى صراحه مع بعض. ما شاء الله خلصت الكميه كلها. شايفين؟ عايزه اقول لكم كنت نفسي اسيب الصوت بس طبعا دوشه الولاد وكده ما عرفتش اسيب لكم الصوت. عايزه اقول لك ان الصوت لو كنت سبته كنت هتسمعي القرمشه وما شاء الله كانت جميله جدا.
هفتح لكم دلوقتي واحده تشوفوا كمان ان هي سمكها حلو قوي، يعني ماهاش تخينه من جوه وشايله عجين كتير، لا رقيقه وطالعه مظبوطه على الشعره اهو بالشكل ده كده. طبعا الشربات بتاعي انا عامله الشربات وحطاه في التلاجة. عملت الشربات ازاي يا امل؟ حطيت كوبايتين من السكر وعليهم كوبايه من الميه وعصره نص ليمونه وباكت من الفانيليا. هتحط كل ده على النار بعد الغليان، احسبي 5 دقايق بالظبط واطفي على الشربات وسيبيه يبرد ودخليه التلاجة. زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم او شايفين، ما شاء الله ما شاء الله، يعني الشكل شارح نفسه، مش محتاجة ان انا اتكلم كتير. بسم الله ما شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا ودي كانت طريقة القطايف، يا رب ان شاء الله تجربوها. ولو اول مرة تدخلي قناة يا ست الكل، يا ريت ما تنسينيش باشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ولايك على الفيديو وشجعوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.